بالعامية بتقشر البدن وحاس انه بدي ادمع، بس ما بقدر غير انه اشارككم هالفرحة فالاجواء اللي عيشونا فيها زي ما سبق وحكيت. الواحد لازم يفتخر انه عربي. بالاضافة بنحكيها احنا مرضي والدين، المغاربة كلهم مرضيين. اول ما يخلصوا احتفال بركضوا على المدرجات، بس اللي بده ياخذ رضا امه، رضا والدته، رضا ابوه. فهاي المشاعر ما بتقدر، يعني حتى لما تشاهدها انك تخفي الاشي اللي ممكن انك تشعره كانك متواجد معهم اكثر. جميل جدا. كأس العالم هاي السنة ما كان بيعتمد بس على الخبرة والمهارة، كان بده روح قتالية، وهذا اللي كان موجود عند المغرب. حكيمي لو بباريس سان جيرمان تعرض لهي الإصابة اللي كان فيها، كان ما نزل لعب وطلع، بس اجى على حاله ولعب الجيم كاملة ولعب الجيم اللي وراها. فبتيجي بتفصل ما بين أنا شو بقدم للنادي تبعي، وأنا انتمائي وولائي لهذا النادي. حتى لما يجوا يحكوا السلام الملكي تبعهم بكونوا متعطشين لإله. مخارج الحروف اوكي ما بنسمعها، بس الكاميرا لما تمشي مخارج الحروف يطلع منهم تحس كلها شغف، كلها حب وانتماء وولاء للوطن هذا اللي بده ينزل يمثله. إضافة بنحكيها احنا مرضي والدين، المغاربة كلهم مرضيين. اول ما يخلصوا احتفال بركضوا على المدرجات، بس اللي بده ياخذ رضا امه، رضا والدته، رضا ابوه. فهاي المشاعر ما بتقدر، يعني حتى لما تشاهدها انك تخفي الاشي اللي ممكن انك تشعره كانك متواجد معهم اكثر. جميل جدا. اليوم انت بتتحدث عن اجتماع عربي، ما بتقدر تيجي تنصف بلد بفرحتها. جمال فرحة جمهور العراق، جمال فرحة جمهور السعودية، يعني هاي سبحان الله الوحدة اللي بندور عليها لقيناها. صحيح. يوم المغرب بتلعب احنا العرب انه تأهلنا لدور الثمانية. جميل جدا. هو فعليا صادق كلامك، لانه الموقف مش بعيد. احنا كنا نرن على بعض بعد جيمة المغرب نبارك لبعض. صحيح. اللي رن عليه التليفون يحكي له مبارك فوز المغرب، احنا بنبارك لبعض بنهني بعض. احنا مش لون، لا علم ولا موسيقى دولة ولا اسم بلد ببعدنا، احنا بالاول وبالاخر دم واحد وحناين على بعض وواقفين لبعض، فرحتهم فرحتنا وزعلهم زعلنا. وهذا الاشي اللي بحكي لك اللي كان خلينا نحكي بعيد شوي عن الاضواء، بانه وجود منتخب اضافي. الدور دور 8 بس هم 9 بوجود دائما فلسطين معاهم. فهاي اللفتة كانت كثير